السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ديال سانديزات. ان شاء الله كامل تكون لاباس. سوريا والجزائر والعراق واليمن. نعم. الفيديو هذا خاوتي يجي نحكيو على العلاقات بين الجزائر والامارات. كتعرفوا باللي كاين توتر كبير ويسمى هذه على مر العصور خاوتي، على مر العصور مش جديده الحكايه هذه. كاين ايامات، كاين اوقات اللي كانت فيهم شويه توافق، مش توافق هذاك اللي يسمى اللي يحبوك باللي فما يحوسوا داير لك علاقات مع اوس بارزه في الجزائر، يحوسوا يدمروك. في الفيديو هذا خاوتي جبت لكم واحد الفيديو دوك تفرجوه تفهموا على الامارات هذه ملي كانت وهي ضد الجزائر، عندها سبب في قلبها داخين دوك. نعطيكم الفيديو هذا تفرجوا تفهموا واش هو السبب، وموراها نزيدوا نعلقوا عليها. تفرجوا معنا خاوتي الفيديو هذايا ونرجعوا لكم. بس في البداية اليمن ما دعمت. اليمن الشمالي ما دعم. لا، دعمتنا. والجنوبي؟ لا، الجنوبي مختلف. الجنوبي كان فيه حكم شيوعي. الجنوبي كان فيه الحزب الشيوعي يحكمه في ذاك الوقت. تأخر شوي، كان له ملاحظات وتأخر فيه. حتى ونحن كانت في ذاك الوقت سياستنا انه اللي مش مقتنع بأن نحن دولة نمد يد الصداقة والأخوة والتعاون ينتظر، بنثبت له أن نحن كذلك. واللي تأخر 6 شهور واللي تأخر سنة واللي 3 شهور، تتابعت الدول. هذا بعد هذا بالاعتراف بنا فيما بعد حققنا أهدافنا. لا، احنا معاليك ما نبي نوصل حق تحقيق الأهداف، لازلنا في هذه المرحلة. أنا ما أبي أستعجل أصل إلى تحقيق الأهداف. سوريا والجزائر رفضوا الاتحاد؟ سوريا والجزائر والعراق واليمن. نعم. اليمن الجنوبي واليمن الجنوبي. مين كمان؟ هذا اللي أذكرهم. ربما حد أيضا تحفظ، ربما حد يعني عنده وجهة نظر. منو اللي رفض يستقبل وفد إمارات؟ أيضا هذه الدول ما كانت تستقبل. يعني سوريا رفضت. لا ما كانوا يستقبلوا. الجزائر رفضت تستقبل. سوريا في ذاك الوقت ما أدري من حكامها تعاقبوا عليها، يعني عدة حكام. فوالا ما فهمتوا السبب، ودوك نوضح لكم بالتفصيل خاوتي. الدوله هذه بتاع بويسك هي كانت تابعه لعمان خاوتي، ونفاصلوا عليها على بالك يحبوا الانفصاليين كما كان يدعموا في الحركات الانفصاليه في السودان كيفاش دموها، في ليبيا، في سوريا كما يعني المناطق هذه. وسيتو في الدول هذه اللي وقفوا كونتر التاسيس تاع الدويله هذه مع الاول. سمعتم سوريا والعراق والجزائر واليمن. العراق راكم توصى فيها، سوريا توصى فيها، اليمن وصى فيها، الجزائر ما نجموا لهاش وما نجموا لهاش بربي ان شاء الله. مازال الغيظ هذاك الناس تقول شبيه الامارات هذه ديما كونتر الجزائر، ديما المخابرات تاعها الدعم، ديما الدعم في جهات اللي زعما اللي مع توافق مع الجزائر في اي بلاصه في السودان في ليبيا كذا. راكم شفتوا شام يخدموا مع العياشه لهنا. الحقد تاعهم هذا من يحصراه ماشي زعما تجي تقول لي الجزائر ما استعرفتش بهم. الجزائر كانت ضد الانفصاليين كيما هذوم، كيما وعلى بال المخطط تحملوا المخطط الصهيوني هذايا، واثبت الايام باللي الجزائر على حق. راكم شفتوا الملفز نتاعهم راهم يستعملوا فيه في الدول اللي اسمها عظمى، كي نقولوا عندها تاريخ، كي نهضروا على السودان والعراق على سوريا على اليمن. راحوا خلطوا فيهم خاوتي، راكم شفتوا ووصلوا للمبتغى تاعهم. هذا كل برنامج او مخطط هذا تاع كاين نصوص خاوتي ينفذوا فيه هذوما كلاب بن زايد من الاخر. ودوكاهم يحوسوا على الجزائر باي طريقه. هيهات بربي ان شاء الله الجزائر هذه لا دوله الامارات لا دوله واحده اخرى ينجموا لها، مادام الشعب هذا هو واقفوا ليهم ما ينجموش. ليسونسيال خاوتي ما نطولوش عليكم بزاف، خليونا لكم الموضوع. ديونا جا الفيديو، بارطاجيو الفيديو ماكسيموم خاوتي. اللي مش مشترك في القناه يشترك. سلام خاوتي.